سباس كوم تندوي على لي سباس كونفيني ولا كندوي على المجال المغلق، الدونجي اللي فيه ماشي لو ريسك، الدونجي المنبع ولا المصدر الرئيسي للخسائر اما كتكون التهويه غير كافيه، اما تراكمات المواد الخطيره. وهنا غيدينا لواحد الحاجه ولا واحد الحاجه خصنا نفهموها، هي شنو هي التراكمات وكيفاش التهويه غير كافيه. وبالتالي غادي خصنا نعرفوا لي كومبوزون ديال لار ديال الهواء. الهواء يتكون من ولا الهواء كيتكون من الازوت 78%، الديوكسيجين 21%، لي زوطخ غاز ولي غاز غار 1%. الغازات النابله والغازات الاخرى اللي هما غازات سامه ولا غازات قابله للاشتعال. غنحيدوا الازوت ولا ما غنحيدوش الازوت، الازوت غندخلوه في واحد البلاصه، ندخلوا في الخانه ديال التهويه غير كافيه. ما كيقصدونا بالتهويه غير كافيه هي ان الديوكسيجين ما كافيش باش انت تنفسو ولي زورغان ديالك ما يطرا لهم حتى شي ضرر، سيرتو السيرفو سيرتو المخ كيحتاج الديوكسيجين بلس الجليكوز. مزيان. الوغ الا كان عندنا ازوت، الا كان عندنا لازوت اكثر من 78%، هنا غيرومبلاسي ليا الديوكسيجين ما يبقاش 21%، غيقل في واحد ليسباس في واحد المجال. وبالتالي لو وصلنا ل 19.5% ديال الديوكسيجين في داك ليسباس غيبداو يبانوا علينا اعراض تحت من 19.5، جوانب ولا اضرار سميوها اللي بغيتو، اما دوخه، اما سخفه، اما غادو كينقص اختناق، حتى تنوصلوا ان بنادم يموت بغض النظر واش 6% غيموت بنادم ولا. المهم 19.5 كيبداو مشاكل. متفقين؟ لا تزاد الازوت كيرومبلاسي الديوكسيجين. الديوكسيجين خصو يكون بين 19.5 حتى ل 23.5 23.5 في داك ليسباس كونفيني باش الانسان يتنفس مزيان ويكون مرتاح ولي زورغان ياخذوا داك الديوكسيجين اللي كافيهم باش ما يبانوش اعراض. يعني حنا كنخدموا بديوكسيجين بلوس لفتنا اكثر ممكن. لكن عندنا العناصر الاخرى اللي مثلا مواد قابله للاشتعال زائد سورس دينيرجي وهو اللي هو مؤكسيد كومبيون وليسباس كونفيني وقع اكسبلوزيون. مزيان. حنا دوينا على الازوت، دوينا على الديوكسيجين، غندويو دابا على لي زوطخ غاز، الغازات ماشي الغازات النابله ولكن الغازات الاخرى مثلا بحال H2S بحال CO بحال هادو مواد سامه. ممكن يكونوا مواد سامه، ممكن يكونوا مواد قابله للاشتعال في ليسباس كونفيني غيديروا لنا انفجار. الوغ من كنحطوا في دماغنا مكونات لار كنبداو نتعاملوا مع هذوك المكونات بلي ميزور دو كونترول ديالنا في ليسباس كونفيني باش ما توقعش لينا شي كارثه، شي اكسيدون كاتاستروفيك ولا اكسيدون فاتال. متفقين؟ مزيان هاد القضيه. دابا حنا باش نحسبوا السميه ديال لي زوطخ غاز كنحسبوها بالبي بي ام، ولا بغينا نحسبوا لانفلامابيلتي ديالها ولا يعني كنقولوا لا بغينا نشوفوا ليميت انفيريور ديكسبلوزيفيتي الحد الادنى للانفجار كنحسبوها بالبورسونتاج. كندوي على لي زوطخ غاز وهادشي غنشرحوه في السيبور اليوم. غنركزوا على الديوكسيجين ما غنركزوش على الازوت حيت قلنا غير كيرومبلاسي غيدير لك اختناق، ولكن غنركزوا على الديوكسيجين كيفاش نتعاملوا معاه ونحافظوا عليه والطريقه اللي نحافظوا عليه، وغنركزوا على لي زوطخ غاز كيفاش نحسبوهم باش ما يوصلوش هذاك الفي ام او ما يوصلوش داك الفي ال او فالور ليميت ديكسبوزيسيون، يعني الحد ولا القيمه المحدوده للتعرض. لو وصل لهذاك التركيز داك الغاز، حيت كل غاز عنده واحد التركيز ديالو، عنده واحد الفي ال او ديالو، ما غندويش على الفي ام او فالور موان ديكسبوزيسيون يعني القيمه المتوسطه للتعرض، حيت كاين فيها اشكاليه، كاين فيها واحد المشكل تناقشوا. راه قايله ديجا الدراري اللي قراو هنا راه دوينا عليه. يعني الفي ام او حنا في الشونتي عندنا مشكل ما كنحترموش، حنا ديما كنفكروا في في ال او. في ال او هي القيمه المحدوده للتعرض داك الغاز. كاين اللي عنده 10، كاين اللي عنده 35 بي بي ام، يعني هنا السميه. اما الا بغينا نحسبوا لانفلامابيلتي ديالو ولا الاشتعال ديالو كنحسبوا بالبورسونتاج، هي ليميت انفيريور ديكسبلوزيفيتي. غنشرحوا هي الحد الادنى للانفجار. هادشي هو خلاصه الحاجه اللي كنخافوا منها في ليسباس كونفين. مزيانه. نبداو الدرس. نبداو على بركه الله.